لان الكابتن احمد حسام ميدو بدون ما يقصد فضحهم كلهم. ميدو فضحهم كلهم. فضيحه للتاريخ، ايوه والله فضيحه زملكاويه للتاريخ. الكابتن احمد حسام ميدو نزل تويته من شويه قلب بيها الدنيا. ليه بقى قلب بيها الدنيا؟ لان الكابتن احمد حسام ميدو بدون ما يقصد فضحهم كلهم. ميدو فضحهم كلهم. لكن قبل ما اقول لك اي حاجه، عايزك تعمل لايك على الفيديو ده وتشيره في كل حته، وعايز كل الناس تعرف مين هو فعلا اللي بيتطبخ له ومين هو ننوس عين الاتحاد والرابطه. ميدو من شويه نزل تويته بيقول فيها بالنص: يجب أن يتم سحب قرعة المرحلة النهائية من الدوري يدويا وعلنيا أمام الجميع. فكرة الذكاء الاصطناعي كسبة كبيرة واشتغالة كبيرة. الموسم الماضي وصلتني رسالة من داخل اجتماع المتحدة مع الرابطة بتاريخ 23/2 بأن مباراة الزمالك مع الأهلي ستقام يوم 11 مارس بسبب رغبة المتحدة بأن تقام المباراة بهذا التاريخ للاستفادة ماديا من تسويق المباراة، والموضوع كان ليه علاقة تسويقية بشهر رمضان. وبالفعل أبلغت كابتن حسين لبيب وبيسيرو اللي كان مدير الفني ساعتها بمواعيد المباريات وجدول المباريات بالكامل قبل الإعلان عن القرعة اللي اتقالت ساعتها إنها اتعملت بالذكاء الاصطناعي من يوم 6/3. والسكرين شوت اهي عندي مستعد لتقديمها كمستند لأي مسؤول يطلبها مني في أي وقت، وموثق كلامه فعلا بسكرين شوت فيها نفس الكلام اللي قاله. ده الاهلي كان عنده حق انه ما يروحش المباراه، منها يحرج الاتحاد والرابطه اللي كانوا عاملين قرعه مصر كلها كانت عارفه ان هي متطبخه واتنشرت الفجر. ومش بس ما جابوش تحكيم اجنبي، ده كمان كانوا جايبين طاقم تحكيم برئاسه حكم تم ايقافه من الاتحاد المصري قبل كده بسبب واقعه مع مشجع زملكاوي، والحجه ساعتها كان ان مفيش وقت انه يجيبوا تحكيم اجنبي. طب منين وميدو كان عارف نتيجة القرعة قبلها بأسبوعين؟ ومنها يحرج نادي الزمالك اللي دايما يقول ان التحكيم المصري ظلمه وفرمه، وانه كان عامل قبلها بكام يوم مؤتمر برئاسة ميدو نفسه بيقول فيه: اعطوا الزمالك العدالة التحكيمية وخلي بقية فرق الدوري تنافس على المركز الثاني. لكن سبحان الله يا أخي، ساعة المباراة النادي الأهلي هو اللي صمم على الطاقم التحكيم الأجنبي، ونادي الزمالك اللي التحكيم المصري دايما ظلمه وفرمه ودايما عايشين في المؤامرة الكونية هو اللي تمسك بطاقم التحكيم المصري. لكن ربك اسمه العدل. في النهاية العدل هو اللي انتصر زي ما قلت لك قبل كده. بعد اللف والدوران والتطبيخ ده كله، في النهاية النادي الأهلي هو اللي فاز بالدوري بحكم من المحكمة الرياضية الدولية فيفا. هل حد بقى من الإعلام الزملكاوي واللي بيتكلموا باسم الزمالك دايما في المؤامرة الكونية والظلم التحكيمي والظلم على الزمالك من التحكيم المصري هيجيب سيرة الخبر بتاع النهاردة ده أو كلام النهاردة ده؟ مستحيل الكلام ده يحصل. ما هو أي حاجة تخص الأهلي بيبقى النادي الأهلي فاسد، أما أي حاجة بتدين نادي الزمالك بتبقى المنظومة هي اللي فاسدة. ده مش بعيد ميدو كمان شوية يطلع يقول لك إن الأكاونت كان متهكر كالعادة. يعني انا عايز الكلام الباسخ اللي بتقوله ده.